السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية أصيلة، أكلة بطعم وريحة زمان. مفيش بيت مصري ما يعرفش الأكلة دي، أكلة متوارثة على مر الزمان. هنعمل وجبة غدا متكاملة عبارة عن بطاطس مطبوخة وملوخية ورز بشعرية ولحمة متحمرة وسلطة. أكلة بجد جميلة جدا ولذيذة، مفيش حد ما بيحبهاش. وهنبدأ بسم الله. معايا حلة كبيرة على النار فيها مية بتغلي، هنزل باللحمة المغسولة كويس جدا. أنا بغسل اللحمة بمية بتغلي وملح، بتشيل أي ريحة زفارة. وممكن تنقعي اللحمة بمية بخل لمدة 10 دقايق وبعدين تشطفيها كويس وتسلقيها. وهنا انا بحط اللحمة في الحلة وتكون مية كتير وتغطي اللحمة كويس وبسلقها على نار عالية. واول ما المية تغلي بيطلع على وش الحلة ريم رغاوي، بشيله بالمعلقة كله بالمعلقة. وبعدين بضيف البهارات والخضار، بصلة صغيرة مغسولة كويس ومتقطعة، وحبتين طماطم مغسولين كويس ومقطعين، وكمان قرن فلفل اخضر بيدي طعم جميل جدا، و4 فصوص توم وحبهان وورق لورا وملح، ولو عندك جزر حطي. كل الحاجات دي بتخلي طعم اللحمة والشوربة في حتة تانية خالص. بعدين نهدي النار ونغطي الحلة ونسيب اللحمة تستوي على راحتها خالص. مدة السوا بتختلف على حسب نوع اللحمة، بس تقريبا من 45 دقيقة لساعة. ونقلبها كويس ونسيبها تستوي مع نفسها. معايا حلة على النار فيها معلقتين كبار سمنة، انت ممكن تحطي سمنة وممكن تحطي زيت اللي انت تحبيه. معايا بصلتين كبار مقطعين مكعبات، بنزل بيهم في الحلة وبشوحهم كويس، وبحط كمان معلقة ملح وبشوح البصل. بدبل البصل واخليه ياخد معايا لون اصفر، ياخد معايا لون اصفر ذهبي. واول ما يبتدي البصل يتدبل ويدخل في سوا وياخد اللون الاصفر، هشوح البصل كويس وهنزل عليه كمان بمعلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة فلفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبشوحهم كويس مع بعض، واول ما التوابل ريحتها تطلع هنزل عليهم بعصير الطماطم، واقلب عصير الطماطم واسيبهم مع بعض يتسبكوا لمدة 10 دقايق. لما الصلصة لونها يغمق وتتقل، هنزل عليها ببطاطستين مقطعين مكعبات، وبضيف عليها كوباية صغيرة شوربة. ولو انت عاملة البطاطس من غير لحمة ممكن تضيفي كوباية صغيرة مية. وهدي النار واسيبها تستوي على نار هادية لمدة نص ساعة او لغاية البطاطس ما تستوي. هنا معايا حلة تانية على النار، احط فيها معلقتين 3 زيت، واحط نص كيس شعرية، وهشوح الشعرية كويس وما اسيبش الشعرية، اخد لي بالي لان الشعرية بتتحرق بسرعة. واول ما تحمر الشعرية وتديني لون ذهبي، هنزل عليها بنص كيلو رز مغسول كويس ومتنشف. وهقلبهم كويس مع بعض لغاية ما الرز يتحمر معايا ويفك كده من بعضه. وحباية الرز تديني لون على اصفر كده خفيف خالص. هفضل اقلب فيهم وهنزل عليهم بالملح، انا بحب احط الملح في الاخر قبل ما اضيف المية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا اهو بحط الملح، بظبط الملح بظبط الطعم. وبضيف المية وبظبط مقدار المية للرز، عشان المية لو زادت الرز بيتعجن، والمية كمان لو قلت الرز هتبقى كل شوية عايزة تضيفي عليه مية. فانا بظبط المقدار من الاول.
وهنا الرز خلاص بيتشرب. بهدي عليه النار وبسيبه يستوي على نار هادية. وهنا الرز خلاص استوى ما شاء الله جميل. متفلفل الحبة بحبتها، مفيش ولا حبة معجونة. هنا خلاص فصلت عليه النار ما شاء الله. وهنا اللحمة خلاص دخلت في سوا وهفصل عليها النار. هنا الصلصة خلاص قربت تستوي والبطاطس قربت تستوي. بشيل اللحمة من الشوربة بحطها في الصلصة. انا عايزة اللحمة تتشرب من طعم الصلصة واقلبها شوية مش كتير لان اللحمة مستوية، كام تقليبة بس. وبعدين بشيل اللحمة واسيب البطاطس تكمل مع نفسها وتستوي، وكده بفصل عليها النار. كده خلاص البطاطس استوت وشلت اللحمة. وهنا اللحمة بعد ما خرجتها من الصلصة. وهنا معايا حلة صغيرة بحط فيها شوية شوربة، واول ما الشوربة تغلي هنزل عليها بمعلقة صغيرة توم مفروم. وهقلب التوم في الشوربة. انا عايزة التوم يستوي علشان كده هقلبه في الشوربة واسيبهم يغلوا شوية مع بعض لغاية التوم ما يستوي. وهنا خلاص التوم استوى. هنزل بالملوخية معلقة معلقة. انا هعمل ملوخية ناشفة. هحط معلقة واقلب معلقة واقلب لغاية ما اظبط قوام الملوخية. وهنا خلاص دي تقريبا اخر معلقة. الملوخية ما بتغليش كتير. اول ما بتغلي الملوخية بفصل عليها. الملوخية لو غلت كتير لونها بيسود وطعمها بيمرر. وهنا خلاص فصلت على الملوخية. معايا طاسة على النار وهنزل فيها بمعلقة سمنة. واول ما السمنة تسيح هنزل بمعلقة كبيرة توم مفروم. واخد لبالي اول ما انزل بالثوم المفروم ما اسيبش الثوم لان الثوم بيحمر بسرعة وبيتحرق. اول ما احط الثوم في الطاسة افضل اقلب في الثوم باستمرار. الثوم بيحمر بسرعة جدا. وهدي عليه النار وانا بقلب فيه. الثوم بسرعة بياخد لون وبيحمر. هنا خلاص بدأ يديني لون اصفر خفيف. هفضل استمر في التقليب. انا عايزاه يديني لون ذهبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا خلاص الثوم داخل معايا في اللون اللي انا عايزاه، داخل في سوا. هنا خلاص الثوم استوى. هنا بحط الثوم على الملوخية وكده عملنا احلى ملوخية ما شاء الله جميلة جدا. وحطيت عليها الطشة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا معايا طاسة على النار هنزل فيها بمعلقتين سمنة. واول ما السمنة تسيح وتسخن معايا هنزل فيها كمان برشة ملح. هقلب الملح في السمنة وبعدين هحمر اللحمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا خلاص بحمر اللحمة. انا بحمر اللحمة على مرحلتين لان الطاسة معايا صغيرة. وهنا خلاص حمرت اللحمة. هضيف باقي اللحمة المتحمر عندي. وهنا بضيف باقي اللحمة.
وهنا خلاص تكون الأكلة بتاعتنا جهزت. البطاطس المطبوخة والرز بشعرية والملوخية واللحمة المتحمرة والسلطة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.